الصبر هو عنوان حلقتنا النهارده من برنامج رمضان بيطورنا. الصبر دي الحاجة اللي بنتمرن عليها كل يوم في رمضان، وهنتكلم بالتفصيل ازاي، وهنشوف ازاي لو مسكنا الدرس ده وطبقناه في كل حاجة في حياتنا هتختلف تماما، ونجاحنا معدله هيزيد في كل حاجة بنخش فيها. طيب تعالى نمسك الأول الصبر في رمضان. انت في رمضان مطالب انك تصبر على جوعك، تصبر على عطشك، وتصبر على اذى غيرك. اللهم اني صائم دي الحاجة اللي بنحاول نقولها لما حد يستفزنا، حد يضايقنا، حد حتى يغلط فينا. لو شفت واحد في الشارع بيتخانق مع واحد وتلاقي واحد قال له يا عم اللهم اني صائم مش هرد عليك، كل ده نوع من انواع الصبر. خد بقى كل الباقي بقى عنده، يعني اي حاجة الواحد بيحاول يعملها ويلتزم بيها في رمضان، وحد بيحاول يطلعه منها او شيطان او اي حاجة، لازم يقول اللهم اني صائم ويصبر. ليه؟ لان دي المعادلة اللي ربنا مديها لنا. هتعمل اللي انا بقولك عليه وهتلاقي صعاب هتعدي عليك. الصعاب دي هتحاول تطلعك عن طريقك، بس انت لو صبرت هتاخد الجائزة الكبرى اللي هي ايه؟ الجنة ان شاء الله بإذن الله. طيب الكلام ده ايه؟ الكلام ده لو فكرنا كده احنا بنتكلم في سيتويشن واحد اللي هو الحياة تنجح فيها تخش الجنة. بس الموضوع ده بقى مفروض ما نقفش عنده كده. خدوا بقى وتعالى كده نمسكه ونفصصه ونتفكر فيه. طيب نتفكر فيه ازاي؟ المعادلة دي هي معادلة عندك شوية رولز. انت عارف انت عايز تعمل ايه، هتعمله. في النص هيبقى فيه صعاب، هتصبر على الصعاب دي وهتفضل مكمل وتلتزم بالقوانين، هتلاقي نفسك في الاخر تنجح. ربنا المثال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو رمضان، بس بقى ده يتطبق على كل حاجة. يتطبق على التزامك في الرياضة، يتطبق على التزامك في الشغل، يتطبق على مذاكرتك، يتطبق على علاقاتك بالناس، يتطبق على مشروع انت بتبتديه. ازاي الكلام ده؟ تعالى واحدة واحدة. انت نفس المعادلة، نفس الايكويشن اللي احنا بنتكلم عليها، خدها هي. هتذاكر، ادي القوانين اهو، ادي الكتاب اهو. هيجي لك امتحان في اخر السنة، عندك شوية assignment في النص هتعملهم، هتلتزم. هتلاقي في النص شوية صعوبة هتطلع لك، هتعيا بقى، ناس هتعطلك، ناس هتبقى خارجة وتندهلك، الكلام ده كله هتصبر، هتلاقي نفسك تنجح وهتاخد الجائزة الكبرى اللي هي في الحالة دي ايه؟ الحالة دي ان انت تنجح في المدرسة او تنجح في الكلية بتاعتك. نفس الكلام تعالى ناخده في الشغل. هتحاول تشتغل. مش كل الايام اللي بنروحها في الشغل بتبقى جميلة، في ايام كده بتبقى مهببة ومنيلة ب60 نيلة. بس هنا الصبر ايه بقى؟ ان الدنيا شدت، هنضطر نشتغل زيادة شوية، في شوية ستريس، في مشاكل جديدة هنحاول نحلها. قدامنا حل من الاتنين، يعني استسلم ونقول خلاص مش بتاعتنا، هنمشي هنترفد، او لو ما اترفدناش مش هننجح بمعدل حلو. او الاوبشن التاني ان احنا نعمل ايه؟ نصبر ونقاوم، نصبر ونحاول نطلع حل للمشكله، نصبر ونحاول نلتزم ونشتغل ساعات اكتر علشان نعدي الفتره الصعبه اللي احنا فيها دي. لما يحصل كده ايه اللي بيحصل؟ بننجح بقى ايه؟ ربنا هيكرمنا. ربنا سواء كرمنا ده بقى مادي في الدنيا، ان انت تترقى، مرتبك يزيد، سمعتك تبقى كويسه حوالين زمايلك، كل دي انواع من انواع النجاحات. نفس الكلام خدوا طبقوا في اي حاجه تانية، في العلاقات، في علاقه الراجل بمراته او علاقه الزوجه بزوجها. ازاي؟ انت عندك العلاقه، انت عارف ان القوانين ايه؟ ان انا المفروض ابقى لويال، ابقى وفي، ان انا ما اخونش، ان انا ما اخدعش، ان انا ابقى كويس، ان انا ادي، اخلي بالي من اهلي. الكلام ده كله هيطلع لك مشاكل في النص، صح؟ هتبقى مره قرفاك في عيشتك، مره هتتخانق معاك، مره مش هتعمل لك اللي انت عايزه، مره هتعمل الكلام ده كله. هتعمل ايه؟ قدامك حل من الاتنين، يا تصبر يا تروح شمال. تروح شمال ازاي؟ شمال ان انا بقى اروح بقى تروح استغفر الله العظيم، تقعد بره، تروح تفكر في تعمل حاجه تانية، تبطل تحبها، تبطل تخلي بالك منها، تبطل الكلام ده كله. طب ايه اللي هيحصل؟ انت هنا بتجيف اب، الدنيا هتبوظ. بس لو صبرت هتلاقي الفتره دي تعدي والشيطان يعدي وترجع الدنيا تاني وتنجح النجاح الاكبر ان شاء الله. ان علاقتك تفضل مكمله سنين وسنين قدام، وتجيبوا بقى ربنا يرزقكم بالسوريه الصالحه. نفس الكلام العكس للست برضو، لزوجها قرفها، زوجها راجع مره تعبان، راجع مره قرفان. هنا بقى ايه الحاجات اللي ربنا حاططها لنا عشان يشوفنا هنصبر ولا مش هنصبر. فلو فكرنا شوف نفس الكلام، اي حاجه بتاخدها الصبر هو اللي هيكملها. الصبر مفتاح الفرج، دي مش من فراغ، هي فعلا الصبر مهم جدا في كل حاجه. احنا شفنا ازاي ان
درس صغير احنا ممكن ما ناخدش بالنا منه، ممكن ما فكرناش فيه كتير. موضوع ازاي الصبر، احنا بنصبر كل يوم في رمضان وبنعمل، ومش مره واحده بس، مش يوم، ده انت قاعد 30 يوم. فال 30 يوم دول بيضمنوا لك ان انت يوم هتعدي على واحد يضايقك، يوم هتعدي على هتصحى مزاجك مش رايق، يوم هتنسى تتسحر، يوم هتبقى جعان، يوم هتعمل لا قدر الله مشكله، فلازم انواع مختلفه من الحاجات. والمفروض ان احنا مطالبين نعمل ايه؟ نعمل جهاد النفس، اللي هو ايه؟ ان احنا نصبر. خد بقى الدرس ده وطبقه على حياتك، حياتك كلها تختلف. ولازم تعرف ان مفيش حاجه حلوه او نوع من انواع النجاح الجميل اللي يستحق الاحتفال بيه ما بيجيش من غير صعاب. والصعاب بتيجي قدامنا حاجه من الاتنين: لو انت عضله الصبر عندك قويه هتفضل تستمر، لو ضعيفه هتستسلم. والبني ادم اللي بيستسلم مره واثنين وثلاثه بيتكون عنده عاده الاستسلام، وبيبقى الموضوع بقى عادي، وخلاص بعد كده ثقته في نفسه بتقل، وثقه اللي حواليه فيه بتقل، بلاوي. فالخلاصه نعمل ايه؟ نصبر. نصبر في ايه؟ في كل حاجه في حياتنا. وفكر كده ازاي الاختبار او الصعب اللي انا معدي عليها دي ممكن تكون عقبه، وهل المفروض اصبر واكمل ولا لا؟ بس في معظم الاحيان هتكون الاجابه اصبر وكمل. شكرا جزيلا، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.